السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الأخوات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ونهار جديد، وتحية لكم أيها الرائعون والرائعات. المهم اسمحوا لي كنصوركم فيديو هيدا شوية ما وضحاش الصورة، ما وضحاش أن الشمس بزاف، وبحكم أن في الخدمة. المهم مي غنبدا موضوع شيق فيه بزاف ديال الحوايج وفيه بزاف ديال المفاجآت، واللي يعيش ياما يشوف. المهم غنهضروا على واحد التريكه الناقصه، واحد التريكه ديال الكلاب، واحد التريكه اللي ما عندهم لا دين لا من لا، واحد التريكه اللي بايعين راسهم وبايعين شرفهم، اصلا ما عندهم الشرف باش يكون عندهم باش يبيعوا، لانهم رخاصين وشرفهم رخيص وغيبقاو دائما رخاصين. واحد الفئه ديال الناس ما عندهم لا نقاوة لا جمال، ما كتربطهم العلاقة لا من قريب ولا من بعيد مع نجيب، وما كتربطهم علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع محمد رضية ولا مع أي طرف. وكتخرجوا وكيخرجوا كتجبرهم كيفاش كنقولوا، كتجبرهم هما كيتلذذوا او كيستهزئوا، كيقولوا برافو لقد تم الانتصار، لقد خرج راضي ومحمد، لقد خرجوا واعترفوا وقالوا الحقيقة، وقالوا هذا ما كنا نقول وهذا ما كنا نسعى إليه وهذا ما عندكم الحق. كنتم كتسعوا إلى تخريب البيوت لأنكم الشياطين، ولاد الشياطين. ما عندكم ما تصوروا من غير ميمي ومن غير التفاهات ومن غير تهضروا في أعراض الناس. وحنا كتشفاو في راضي ومحمد وفي المشاكل ديالهم وفي المشاكل اللي عندهم مع العائله. انتم زعما كتلذوا وكانكم انتم طرف في الملف، مع العلم انتم بعادين ما عارفين توزع، ما عارفين حتى شي حوايج تما، ما عارفين والو، ما عارفوا ما. شوف قلت لكم انا كاين بزاف ديال المفاجآت وبزاف ديال الصدمات. راه الوراق ديال محمد واليزيد اللي تقدموا للمحكمه راه كاع ما تعطاو، باش تشوفوا باللي ان الحكم بالاصدار ديال الافراغ جاب بسرعه البرق، لان الوراق اللي مهمين واللي اساسيين كاع ما تنزلوا، لان حنا كنعرفوا ان القضيه ملي كتكون بالعائله كتاخذ واحد الوقت كبير، واحد 10 سنين 15 سنه، سيرها انت تما وصافي. ولكن هنا تم اللعب، تم الاختلاس وتم التدليس وتم بزاف ديال الحوايج. ماشي سحب لكم غير يجيب يا فم وقول، بحال الصرف الصحي اللي خدامين كيتشفاو خرجوا من تما، خرجوا ها هما خرجوا، ومن بعد زعما نهاية العالم. راه بداية لحياة جديدة، أقسم لكم يمينا. خصكم تعرفوا واحد الحاجة أنا نقولها لأول مرة غادي نقول هذه الكلمة هذه. تصور أقسم لكم يمينا ملي كانوا راضية ومحمد خدامين مع دوك التريكة الناقصة مع في القناة، أقسم بالله ما كان عندهم حتى باش يلبسوا، قسما بالله تصبط الاخرين ما عندهمش باش يلبسوا، تا ولاو ينعيو لمحمد وراضي باللي انهم غادي يفتحوا القناه، عاد ولاو كيهتموا بهم، ولاو باغيين يبينوا باللي انهم ما داروا لهم كل شيء، مع العلم ان راضي ومحمد هما اللي داروا كل شيء. هما اللي كيضربوا تماره، وهما اللي اهتموا اهتماما شديدا، مع العلم ان ذاك الكلب ما كاينش عنده حتى السروال فحال الناس باش يلبسوا. ولكن السرقه والاحسان العمومي والشفر هذا والسرقه هذا هي اللي كبرت لهم البعر وكبرت لهم الجنحين. المهم هادشي هذا ما كيهمناش، حنا نهضروا على القضيه ديال الافراغ اللي خرج بها محمد وراضيه، ووضحوا للمتابعين، وخرج واحد التريكه الناقصه، واحد التريكه ديال الزنادقه كيقولوا حق الواد نجيب. هادشي هذا نخليوه على جنب وغندخلوا فيما هو مفيد. شنو هو هذا الشيء هذا اللي هو مفيد؟ وهي الحرب اللي ناضه دابا ما بين تريكة الخبث والخبث. غير الغوات في الدار والزبال، هذا كيشمئز من هذا، واحد كيقول له انا غنسكن في ديك الدار، واحده كتقول له لا عطيها لي، واحد كيقول له وطيها، كل واحد وشنو كيقول، كل واحد وشنو كيفتي الراي ديالو. دابا حاليا عندهم المشاكل النايضه روينه مع بعضياتهم ومع بعضهم. انا نقول لكم واحد الهضره كان قال محمد مهمه جدا، وكنتمنى انكم تاخذوها بعين الاعتبار. قال كنتمنى ان هاد الناس هادو اللي مجموعين يكونوا فعلا مجموعين على ديك المحبه والنيه الصافيه، حيت هو عارف محمد العائله ديالو على منافقين وعلى نفاق فيهم،
وكيعرفهم اكثر من اللي كنعرفهم انا. اشد كفرا هذوك من الكفار نفاقا و الى اخره. عرفت كيعملوا النفاق وكينافقوا بعضيتهم وكيضربوا بعضيتهم. الاخ كيشلح للاخت في الطهره، الاب كيشلح للابن في الدار ديالو، الام كتشلح للابن شي كيتشكى بشي. يعني منافقين. يعني هما شنو على من مجموعين على الادسنس فقط. كاين شي المحبه لله وزيد له نو هو شي ما كيهضر في شي. الام يما ديال داك الخريطه داك الشطح فوق الطبالي راه من نهار اللي كنعرف ما عمرها هضرت مع عزيزه، ما عمرها عرفت ولا كاين ولا عرفت لا كاينه ولا ما كايناش. حيت هادشي تقال لي انا شخصيا، وانا اللي عارف شي حوايج اللي ما عارفوهمش نتوما، لكن هما منافقين. شي كينافق شي كيغطيو على بعضيتهم، ولكن مازال غادي يجي يوم غادي ننزلكم بوجهكم. غنهضروا على واحد التريكه الناقصه اللي كيدخلوا للتعاليق وكيبقاو يسبوا ويهضروا ويبقاو يتلددوا زعما وكيقولوا حنا كيستهزئوا براديو محمد. حو فيكم هذا الشيء يصلح لكم، حو فيكم هذا الشيء يصلح لكم. انا قبيله قلتها وغادي نعاودها. محمد النهار اللي خرجوا كيضربوا له في الاعراض ديالو وكيسبوا له في بناته وكيقولوا له بناتك ماشي منك ومرتك ما نعرف ودايره والويدان وزيد نتوما لفقتوا له واحد التهمه وقلتوا باللي ان محمد خرج كيضرب في الشرف ديال جده وعزيزه. الا لعنه الله عليكم يا قوم لوط، لعنه الله عليكم يا قوم لوط، يا الكافرين يا الكفره يا الفجره. انتم هما الكفره والفجره. محمد من النهار اللي ضربتوا له في الشرف ديالو خرج وقال باللي ان الصرف الصحي اللي كتضربوا له في اعراضه كتقولوا كتهموا الناس. خرج وجاوب القنوات وما جاوبش عزيزه ولا خالته ولا جد باه ولا ما نعرف. وجاوب القنوات قال لهم نتوما الفجره الكفره اللي ما عندكمش ما كتعرفوش ولادكم من حفاظكم كتخرجوا تتهموا عباد الله. نوضتوا نتوما لان افعال ديالكم خبيثه على راسهم بوجلود الكلبه. كلبه كتقول لمحك ديال الواد راه خرج كيسب في عزيزه. ونوضتوا نتوما يا الفجره يا الكفره لصقتوا التهمه لمحمد وخليتوه في مأزق زعما باللي انه ضرب في الشرف. الا لعنه الله عليكم يا الكفره يا الفجره يا العائله ديال الفاجرين يا الكفره بالله. علاش كتلصقوا التهم في عباد الله وكتقولوا ديك الحوايج وكتخرجوا تتهموا عباد الله؟ لعنه الله عليكم الى يوم الدين يا ولاد الحرام. كاين شي ولاد الحرام قدكم. وغادي نزيد نتعمق اكثر في دوك الناس اللي كيتلددوا في المآسي وكيقولوا حق الواد اياه خرجوا حنا فرحانين شفناكم مشردين. شمن ربح عندكم انت كمتتبع؟ شمن ربح عندكم؟ حنايا راديو محمد من احسن يخرجوا من تما، لان مش شحال هذه وحنا كنقولوا لهم خرجوا من ديك الارض هذه وخرجوا من ديك الدار، لان غادي بقاو تما غيكرهوكم في حياتكم، غتبقاو دائما وابدا متبوعين ودائما غيبقى يحفروا لكم في شي حوايج ودائما اللهم بعدوا من تما من احسن. لانه فيها خير لكم وربي غادي ينصر المظلوم غادي ينصرو. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بواحد البلاصه اللي نتوما متبوعين فيها وما عطاتكمش بدلوها. هما دابا كيتقاتلوا في الدار غاد الديور والغوات عندهم في الديور. علاش؟ غير مع بعضيتهم. علاش؟ حيتاش كيقولوا راديو محمد البارح خرجوا كيستهزئوا بينا، خرجوا فيديو. لا محمد فضحكم، محمد نزلكم بوجهكم وفضحكم وفضح المؤامره اللي درتو والاختلاس والاوراق والتزوير والاقوال وتما بزاف د الحوايج المتتبعين ما عارفينهمش. حنا فرحانين حيت راديو محمد غيخرجوا من دارهم غيتشردوا وليداتهم. يا كتقولوا باللي ان الام هي كل شيء، كتقولوا ان الام هي كل شيء والعائله ما شاء الله عائله وزيد. لعنه الله عليكم يا الفجر يا الكفره، لعنه الله عليكم كامل بكم. نتوما كتقتلوا مع بعضياتكم البارح وانتم الغوات في الدار والناس كيسمعوكم وكل شيء كيسمعكم وكل شيء كيكره. قيمه تجد بابكم الكلب الحلف ما عندكمش. القيمه ما عندكمش قيمه. بزاف عليك باش تكون راجل، بزاف عليكم باش تكونوا رجال، بزاف عليكم باش تكونوا عندكم كلمه وقد الكلمه. انتم غير الكفره الفجره الفاجرين كاملين بكم. انا لا ازكي احد، كاملين بكم فاجرين
بكم بالقنوات اللي مجموعين اللي كيضربوا في اعراض عباد الله وكيسبوا في اعراض عباد الله. وهاد اللي كيسبوا نتوما هما الميكروبات. بل الغريب في الامر ماشي غير ميكروبات، لا لا لا، نتوما هما الباترونات ديال العاهرات من الاخر. لان المراه اللي كتخاف الله ما كتسبش عباد الله. ها ولا تزر كل وازره وزر اخرى، يعني حتى شي وحده ما كتحمل مسؤوليه اخرى. ولكن نتوما الكفره فجره كاملين بكم مجموعين على هذه القضيه. دابا بيني وبينكم عجبكم الحال نتوما؟ دابا الام اللي ما كتحنش في الاحفاد ديالها وفي الاولاد ديالها غتحن في انا ولا تحن فيك انت؟ راه اليوم غيطحنوا راه ديال محمد، غدا غيطحنوكم نتوما. لهذا راه الوصمه عار غتبقى عليكم الى يوم القيامه. محمد ماشي ما عندوش فيه يسكن، لا لا لا، محمد دمروه عائلته ماشي نجيب، عائلته هما اللي دمروه، عائلته هما اللي بغاو يدخلوه للحبس على نجيب ولي دار شي كاي ديال الافراغ. لكن عندهم معاهم شي حاجه، انا معايا انا يجيو عندي انا مباشره. اما انا بقاو تنبحوا تريكات العاهرات، بقاو تنبحوا حتى لغدا يوم القيامه كاع ما كتهموني. لعلاش؟ لاني كتعرف اني كنسطمكم على الوجه ديالكم، كنعطيكم كنعطيكم وكنشاطيكم باش تتعلموا نهار اخر باللي ان خصكم عاد عارفوا انا ما عنديش الوقت بحكم الخدمه، ودائما في الخدمه كنصور فيديوهات من الخدمه. اما نهار اللي غادي نرجع لكم قسما بالله لافضحنكم فضح الكلاب. ونزيد نجاوب ديك التريكه الناقصه اللي كيقولوا نجيب الحبس. الا كالسوارت في يد جد باباكم الكلب الحلوف حربش. ما ديروش الذنب وتهموا عباد الله، ما ديروش المصيبه وتهموا ناس اخرين. علاش؟ لان نتوما اصلا درتوا ذنب عظيم، ذنب عظيم في عائلتكم. حتى شي واحد ما دار شي واحد من عائلته من غيركم. نتوما اللي ظلمتوا العائله، وانتوما اللي خرجتوا الاسرار، وانتوما اللي خرجتوا الاولين، وزيد عاد خرج ناجي يدافع على عائلته واخته وشرفه. وانتوما اللي جبتوا ديك الشرفه ديك بوجلود، هذيك القواده العاهره الشرفه اللي كانت في اوطيل اقشش كتمارس الدعاره، وجبتوها تمارس الدعاره عليكم وعلى الاولاد ديالكم وكتدخلوها. لان الفاحشه كتفتش على الفاحشه، لان الفاحشه كتكذب على الفاحشه. الفاحشه كتبقى تفتش على اختها 40 يوم، وانتم منكر ونكير على وجه الارض. ولكن انتم كتقاتلوا مع بعضكم. على قلبكم ومازال غادي نعطيكم، انا ماشي لعند.